بعض الناس، وهذا ما نشاهده، أدخلوا الرياء في كل شيء. يجي يصلي طبب الرياء بالصلامات، يروح يكنس له شارع طبب الرياء مالته، راح يجاهد أخذ له صورتين ونشرها، راح ما ادري شو يسوي، راح للزيارة. يعني قبل سبحان الله قبل الرياء كان شوية أخف من هذا الوضع الآن. ليش؟ لأنه أنا قبل أروح للزيارة ما حد يبي يروح للزيارة إلا أرجع أنا أسولف لأصدقائي كم واحد. زين أنا هسه عندي مثلا 4000 صديق بالفيسبوك، رحت للزيارة ونشرت لقد وفقني الله لزيارة علي بن أبي طالب. أنت رايح تزور الله سبحانه وتعالى تزور للفيسبوك؟ ما تفهمني. زين أنت يا أيها المسؤول، وزير، أمير، مدير شرطة، أي شيء كائنا من تكن، أنت هو واجبك وقاعد تتقاضى عليه راتب. أنت يعني الشوارع تكون نظيفة، أكو مجاري، أكو كذا أكو كذا أكو كذا. زين أنت ما له معنى تسوي روحك متفضل على الناس، أنت بطل من جيب أبوك، هي أموال الناس هاي بالنتيجة، صح لو لا؟ فالموضوع خرج عن السيطرة، الرياء خرج عن السيطرة. أنت تروح تجاهد في سبيل الله ولربما تقتل في أي لحظة، وبالنتيجة عقيدتك مو صالحة. شوف السيد الشهيد قدس الله نفسه ماذا قال؟ قال حبيبي كل من يقتل، شوف انتبه لهذا، فعباس تروح تجاهد تروح معركة أو كذا، خلي بحساباتك هاي العبارة بالبداية، ليش يروح دمك هدر هيك كل شيء ماكو؟ قال كل من يقتل وعقيدته صالحة بينه وبين الله فهو شهيد. تعب، لكنه هذا اللي تارس صوره الفيسبوك واليوتيوب والما ادري شنو، هذا راح يجاهد لو راح يصور. موضع الشاهد، فاذا هناك انحرافات لا يقومها او لا تقومها الا المرجعية الرسالية التي تتعامل بنظرة تكاملية مع الناس. سيد محمد باقر